طالب وطالبة يريد ينشر هاي الأسئلة محالل وموهوب لكل طلاب العراق بدون استثناء. كل واحد منكم هو يمثلني، تمام؟ فلذلك أي واحد منكم ينشر أي سؤال من ذني الأسئلة محالل وموهوب، لا واقفة الأسئلة على واحد ولا واقفة على موضوع ولا أبد. وش تشوفون؟ محاضرات مسربة، أسئلة مسربة مالتي عمي، شو تشوفون؟ محالل وموهوب. كل طلاب العراق من شمال للجنوب قناتي مفتوحة لكم، المراجعات كلها راح أنزل لكم إياها، تمام؟ قبل فترة عبالي أسوي لكم المراجعة المركزة على شكل ملزمة، بس قلت الطلاب يعني وصلت مرحلة كافية يشترون ملازم فماكو داعي، والله ماكو داعي. قمت أنزل لكم إياها على شكل أسئلة ومراجعات، حتى القواعد لويش ملزمة. أنا وياكم ورقة وقلم وأضبط لكم إياها ضبط تام، وكل شيء يخص القواعد راح أنزل لكم إياها على شكل ملفات PDF. زين؟ وتريدون أنتم تسحبوها تحولوها تستنسخوها تطوها بكيفكم عمي، محالل وما هو. فالتزموا وياي هاي الفترة، صارت الجداول قدامكم واضحة، ما عندنا أي شيء مبهم والأمور واضحة تماما. شاركوا الرابط مال القناة حتى الطلاب يشاركون ويانا. والامتحان اللي راح يكون مال الأدب يوم 24/5، هذا شامل لكل طلاب وطالبات العراق. أكو جزء من الامتحان يمكن حيصير حضوري، تمام؟ لأنه أكو طلاب يقولون أستاذ بلكي تمتحنا على شكل امتحان وزاري، فأنا إيش حسوي؟ طبعا هذا الحكي مو بس الطلاب، لأي طالب حتى لو مو يمي. أنا راح أسوي دفاتر شبيهة بالامتحان الوزاري، تمام؟ وأسئلة على نمط الوزاري، وراح أسوي مراقبة قوية جدا وأعيش الطالب بأنه هو دا يمتحن امتحان وزاري. هذا الأمر يجي وقته بعدين نحكي به إن شاء الله تعالى. المهم أريدكم وياي وتتابعون أول بأول، وما راح أعوفكم إلى أن تدخلون للامتحان الوزاري وتخابروني تقولوا لي أستاذ هي أخذنا 100 إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، والله يوفقكم. السلام عليكم.